يا شيخ الطلبة بركك من منامات، يا كل يوم تفستي ويجيني خبر، يا الحمام الغالي جاولي كل البنات، يا درامك كتبه ولا من الزهر، وماما وهلالا ابويا يا ابويا وما عندي ثروه. يا شيخ الطلبة بركك من منامات، كل يوم تفسر وتجيني خبر، منامات كل يوم تفسر وتجيني خبر، ابويا وما عندي ثروه. يا شيخ الطلبة بركك من منامات، كل يوم تفسر يا شيخ الطلبة بركك من منامات، يا كل يوم تفستي ويجيني خبر، يا شيخ الطلبة بركك من منامات، يا كل يوم تفستي ويجيني خبر، يا شيخ الطلبة بركك من منامات، يا كل يوم تفستي ويجيني خبر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صباحكم بالخير، لمساكم بالخير، أزول الفلاوان. بونجور بونسوار ميسيو دام. قال لك يا شيخ الطلبة بركاك من المنامات، كل يوم تفستي ويجيني خبر. هذا انور مالك. اليوم راح نديروا فيديو على انور مالك، صافي لونغ ما هضرتش عليه. علاش مانيش نهضر عليه؟ باسكو الجزائريين خلاص يعرفوه باللي خابط، ستادير ما كان لا تزيد له مع الصهيون باين. تشوف لي فيديو باين كاع لي كومونتير تاعو تاع المروك. ستادير هذا راه يخدم. علاش راه يخدم؟ هذا راه يخدم باش الشعب المروكي يقنعوا باش يقبل اسرائيل في بلاده. هذه الخدمه اللي يخدم فيها الشعب المروكي. كي يسمعوا شغل يفرح، يقول الجزائر حاطيه وانتم راكم ملاح وراكم مع اسرائيل والدبلوماسيه تاعكم مليحه وراهم عندهم سلاح وعطاو الامريكان وجاو اسرائيل وجاو كذا. هذه باش يخدم الدين تاع الماركه ماشي تاع الجزائر. الجزائري ما عنده حتى ابار المغاربيه اللي يعرضوه. بروشين فيديو نوري لكم هكذايا. ستادير دوك ما يهمناش كاع الناس تعرفوا، مي كاين دي فوا وين الكذبه مع لانفورماسيون هكذايا لازم نمدوها. باسكو هاد الفيديو اللي راح نديرها اليوم راح نديرها على الاعتراف الكيان هذاك الكيان الصهيوني زعما بمغربيه الصحراء. كيفاش انور مالك فرحان ويقول لك خلاص المروك غلب سيفيني وراهم جايين اسرائيل هنايا وراحين كذا وراحين كذا. حنا نجاوبوا له هكذا. نسمعكم شويه واش يقول على بالي باللي شوف ديروها شغل في رمضان كي تكون صايم، كي تقعد 10 مينوت ولا 5 مينوت تاع الفطور هذيك شحال واعره شغل نتاك تشوف لي هكذا، ومن بعد في لا ريبونس شغل كلي تشربوا كاس ما وانتم عطشانين. دوك تشوفوا كيفاش نجاوبوا نطيح له كاع النظريه تاعو. تبعوا مليحه، تبعني مليح يا سي انور مالك كيفاش نزيد نهلكك، نزيد نطبقك كامل كيما كنت تقولنا على بشار الاسد والجامعه العربيه وما يقبلوش به وعمرهم ما يقبلوا به وعمرهم ما كذا، والجزائر تمشي مع بشار الاسد ومع ايران. اون فان كونت واش صرا؟ بشار الاسد ولا الجامعه العربيه من باب بوابه السعوديه اللي كنت تخدم عندهم انت مرتزق رماوك، ومن بعد زادوا داروا لي زاكور مع ايران. شوف بشار الاسد كي الحق. شوف نوري لك هذه مليحه عليك شويه. تشوف دقيقه برك نوري لك باش يوجع قلبك، يوجعوا لك شويه قلبك. عطيناها مومون برك دوك نجبدوها لك. عطينا دقيقه برك نوروها لك. لقيناها هنايا. استنى تشوف. بون
شوف كيفاش الحق، شوف يوجع قلبك، على بالي بلي يوجع قلبك كي تشوفها. هاك تبع مليح. أن وصول الرئيس السوري بشار الأسد إلى وفي استقباله الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، إذن هذه صور مباشرة لحضور الرئيس السوري بشار الأسد أعمال القمة العربية 32 المقامة في جدة في المملكة العربية السعودية، وفي استقباله ولي العهد السعودي ورئيس الوزراء الأمير محمد بن سلمان. هذه الصور إذن مباشرة لحضور الرئيس السوري بشار الأسد أعمال القمة، قمة الجامعة العربية المقامة في جدة، والتي تتناول ملفات عدة وتشهد أيضا عودة سوريا بعد 12 عاما من تجميد عضويتها. نشاهد استقبال والصور التي تؤخذ الآن. شفت يا سي انور مالك كيفاش خسرت، وخلي ليران مع السعوديه. اوكي اليوم نزيد نوري لك كيفاش راك تصبر في روحك وتصبر في الشعب المروكي مسكين باش تغرطسو يدولو بلادو، باعوها الكيان الصهيوني هذاك وانت تصفق. دوك نوري لك، تبعوا مليح، سمعوا مليح واش يقول، نسمعوك بيان واش تقول ونجاوبوا لك حبه بحبه. شوف يا سي انور مالك، شوف اسمع روحك. الو هاد الفيديو هادي وشنو هو التيتر تاعها يا سي انور مالك؟ الداخله تتحدى بانجاز جديد واعتراف اسرائيل بمغربيه الصحراء يزلزل اركان عسكر الجزائر. شفع الكلمه هذه، يزلزل اركان، هكذا يزلزل اركان عسكر الجزائر. اوكي دوك نشوفوا شكون اللي مزنزل، الصهيون ولا حنايا؟ تبعني مليح، ضحكوا ونقصروا بات بروبليم. اسمعوا مليح واش يقول. المهم قال لك إسرائيل تقرر اعتراف بسيادة المغرب على الصحراء. جاء هذا قبل أيام قليلة، كانت الصحف الجزائرية تتحدث من أن المغرب راه في وضع مهين، إسرائيل تهين المغرب رغم تطبيع ورغم كذا وكذا كما يقولون. هي مش تطبيع، هو أصلا عنده علاقات معه، لكن إعادة العلاقات بصيغة أخرى. كانوا يتفننون عبر وسائل الإعلام بعناوين مختلفة. نقرأ لكم بعض العناوين. مثلا هذه كتبت: الكيان الصهيوني يرفض الاعتراف بمغربية الصحراء. مثلا هذا: الكيان الصهيوني يبتز المغرب في قضية الصحراء الغربية. مثلا هذا: الكيان الصهيوني لن يعترف بمغربية الصحراء إلا بعد اعتراف الدول الأوروبية. والعناوين كثيرة جدا، لا أضيع لكم وقتكم بإعادتها، لكنها كلها تتحدث على أن المغرب طبع بدون مقابل، هكذا حابين يقولوا، وأن المغرب باع المغرب وباع المنطقة وباع شمال إفريقيا لإسرائيل بلا شيء، هكذا كانوا يقولون. ثم بعد ذلك لما خرج خبر بأنه أمر الاعتراف مؤجل إلى قمة النقب، خرجوا لها عناوين بارزة على أساس أن المغرب يتعرض للابتزاز وأن إسرائيل تبتز المغرب. حتى مع من يمد نحوه يد التطبيع لا ينجح المخزن في كسب الاعتراف بسيادة مزعومة على الصحراء الغربية. يرجئ الكيان الصهيوني الغاصب حق الشعب الفلسطيني الاعتراف بانتهاك حق آخر يملكه الشعب الصحراوي. وزير خارجية الكيان إيلي كوهين في تصريحات إعلامية أكد تأجيل قرار الاعتراف حتى تستضيف الرباط منتدى النقب. ترفع الرباط نسق علاقاتها مع الكيان الصهيوني منذ بيعها قضية شعب يطالب بحقه في الاستقلال بتغريدة زائلة من الرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترامب، وهو الموقف الذي تبدد مع قدوم الرئيس الأمريكي جو بايدن.
يرصد مراقبون حالة التخبط التي يعيشها المخزن خلال الآونة الأخيرة، خصوصا بعد تجديد الخطاب الملكي دعوته من يصفهم بالشركاء التقليديين إلى إبداء موقف واضح تجاه سيادة المغرب المزعومة على الصحراء الغربية. وهذه الاسطوانات السخيفة، ولكن الحقيقة أن الأمور غير ذلك تماما. إسرائيل كانت تنتظر حقيقة في قمة النقب لتعلن عن هذا الموقف، لكن جاءت أمور أخرى. يعني داروا لهم شانطاج، ودي المؤتمر تاع النقب وما نعترفولكش، راح يورغانيزي هذا المؤتمر هذا، سينو ما يعترفولوش. اوكي دوك نسمعوك يعترفوا له واش صرا، نسمعوك. إسرائيل تعترف بعضوية إسرائيل في الأمم المتحدة، تعترف بدولة إسرائيل، تعترف بعضوية إسرائيل في الأمم المتحدة، تجمعها قاعة واحدة في الأمم المتحدة مع إسرائيل. كم من مرة داروا اجتماعات في حلف الناتو، حضروا جنرالات الجزائر مع جنرالات إسرائيل، وهناك مبادلات تجارية بطرق مختلفة مع إسرائيل. ما تجي تحكي لي أي أسطوانات، ما توجد علاقات فقط، علاقات دبلوماسية. أما الاعتراف فهو موجود، وهذا اللي راح نزيد نتحدث عليه. وتبون راهو قالوا مؤخرا في لما زار البرتغال، قالوا نحن ندافع عن حل الدولتين. وش معناها؟ معناها اعتراف الجزائر بإسرائيل. لا، هذه المغالطة اللي غلطوكم. قلت اعتراف الجزائر بدولة إسرائيل، لا ما نعترفوش بها هنايا. جمعت الدول العربية والفلسطينيين بروحهم باللي حل الدولتين في أوسلو. صديق احنا ما نقدروش نكونوا فلسطينيين اكثر من الفلسطينيين. قبلتوا هكذا، احنا نقبلوا هكذايا. هذه غلطوكم، ماشي عندنا حتى اعتراف معهم، ما نعترفوش بهم حنايا. فهمت؟ هذه المغالطه اللي يقولوها في المغاربيه وكذا. تفهموا كامل باللي حل الدولتين، اوكي تفهمتوا هكذايا، الله يبارك خو. احنا ما رايحينش نديروا نقولوا فلسطينيين اكثر من الفلسطينيين. بصح هي هذه حل الدولتين، احنا على بالنا بيرتينامون بلي امبوسيبل يعترفوا لهم بدوله. سكيفي تعاودوا لي لاباز باللي ما كانش هذا الكائن لازم يتنحى. بوان الاني سيتو، هذا ما كان. تبعوا مليح. معناها هذا راه قرار جاي من دولة تعترف بها الجزائر. نعم، دولة تعترف بها الجزائر، وتدرك الجزائر مدى نفوذ الإسرائيلي في دول العالم، واللوبيهات الإسرائيلية في أمريكا وفي أوروبا وفي فرنسا. نعم. وفي الإليزي. نعم. الجزائر تدرك هذا وتعرف وتعلم علم اليقين أن هذا الأمر رايح يكون لديه تأثيرات كبيرة. كثير يسأل ماذا يعني هذا؟ ماذا يعني اعتراف إسرائيل بمغربية الصحراء؟ هناك كثير من الأمور ستظهر علنيا. أولا، اعتراف إسرائيل بمغربية الصحراء يضع حد لحلم النظام الجزائري في تراجع أمريكي في قضية هذا الاعتراف. شحال فرحان، شوف فرحان. تبعوا مليح، الصهيوني كينيا با في وقع ترامب في أيامه الأخيرة. خلاص هذا انتهى. إسرائيل تعترف بمغربية الصحراء، انتهى الأمر. لا تراهنوا على تراجع إسرائيلي ولا تراجع إسباني ولا تراجع من أي طرف آخر. إذن هذه المسألة الآن على الجزائر والنظام العسكري الجزائري ألا يفكر فيها، لا يفكر فيها مطلقا، بل هذا الأمر سيفتح شهية دول أخرى عندها علاقات استراتيجية كبيرة مع إسرائيل في أوروبا وغير أوروبا. خلاص أنا نقولها لكم، بل أنه هذا القرار سيؤدي بدول إفريقية أخرى عندها علاقات قوية مع إسرائيل للتراجع، خاصة التي تعترف بجمهورية البوليزار ستتراجع وتسحب اعترافها. واذكروا هذا الكلام مليح. أمر آخر، حتى إسبانيا احنا نذكروا كما ذكرنا على بشار الأسد وعلى إيران، ذكرناك نو ما زادوا نذكروا. تبع مليح. ربما النظام الجزائري كان يراهن على أنه يرحل سانشيز والحزب نتاعو من الحكومة، يجي حزب واحد آخر مملك هذا الأمر. فاللوبيهات الإسرائيلية الموجودة في أوروبا ورجال المال والإعلام والأعمال ستقف وقفة في صالح أطروحة المغرب وفي صالح مغربية الصحراء. ستقف وقفة مع المغرب في قضية مغربية الصحراء ومواجهة نزعة النظام الجزائري والبوليزاري. هذا واضح وبين. إذن هذا الاعتراف أنهى
أي آمال لدى عسكر الجزائر في التراجع الأمريكي. أمر آخر قضية اللوبيهات الإسرائيلية في الغرب وأمريكا وحتى في روسيا، والكثير يعرفون مدى نفوذ يهود روسيا داخل إسرائيل. حتى هذا إذن راح تكون هذه اللوبيهات تعمل لصالح مغربية الصحراء. القضية راهي ما هي قضية عبث وما هو كيان غير شرعي ومش نعرف وشكل العبارات العاطفية ذيك اللي تقال في المناسبات والأعراس والطهور وكما يقال والحفلات نتاع راينا راي وما إلى ذلك من هذه الأمور. هذا كلام كبير، هذا كلام كبير، هذا راهي ما تصنعوش أي دبلوماسية يا ناس، هذه راهي دبلوماسية كبيرة، هذه راهي دبلوماسية المغرب. شوفوا وصلت في ظرف قياسي وفي عهد تبون اعترفت أمريكا بمغربية الصحراء، اعترفت إسبانيا بمغربية الصحراء، زادت الآن إسرائيل اعترفت بمغربية الصحراء. وتعرفوا ماذا يعني هذا لدى اللوبيات الخفية التي تتحكم في العالم. ولا أستبعد أن يجي اليوم ومحمود عباس كي يتقرب لإسرائيل يعترف بمغربية الصحراء، لا أستبعد هذا أبدا، والأيام سجال بيننا. إذن بهذه الخطوة كما لن تستبعد بشار الأسد وإيران مسكين ما يغيظ ولا غير يغيظ تبعهم. لا زادت قوة المغرب عنده لوبيات في أمريكا في كثير من الدول، هذه اللوبيات تتحالف وتكون تنسق مع اللوبيات الإسرائيلية. ماذا ستفعل بالجزائر اللي ما عندهاش حتى لوبي داخل فرنسا، اللي عندها ملايين من الجالية الجزائرية راهي تعبث بها عن طريق موظفين تافهين في السفارات والقنصليات، راهم يعبثوا بهذه الجالية وحولوها الجالية تتناحر في بعضها البعض، جاليات تتناحر على جمعيات المساجد وعلى جمع التبرعات وكثير من البلاوي. شوفوا درك تشوفوا الآن اللوبي الإسرائيلي مع لوبي مغربي موجود في فرنسا، ماذا سيفعل ذلك؟ يا إما رانا خايفين دوك تشوفوا واش يدير لكم اللوبي المغربي واللوبي الإسرائيلي وتشوفوا كيفاش مروك يا دير الزح دوك نغسلك دوك نوريلك. أمر آخر التبادل الاقتصادي، هذا رايح يتصاعد ورايح تفتح ورشات وستشجع الكثير من الشركات الكبرى، كثير من الشركات العالمية عندها فيها ناس موالين لإسرائيل يتحكمون فيها، بل أنهم أصلا من يهود العالم عندهم شركات كبرى ورأس مال كبير. سترون هؤلاء كيف سيتجهون للاستثمار في المغرب. أمر آخر تصاعد الشراكة العسكرية، وهذا هو الهاجس الكبير الذي زلزل وزعزع نظام العسكر في الجزائر الذي تمثل هذا الهاجس الكبير الذي زعزع أركان العسكر في الجزائر. تسمع في روحك نعاودوها. قضية الصحراء زعزع عسكرية، وهذا هو الهاجس الكبير الذي زلزل وزعزع نظام العسكر في الجزائر الذي تمثل قضية الصحراء عنده قضية أمنية وعسكرية وليست قضية دبلوماسية. هذا ستتصاعد الشراكة وستكون هناك مشاريع صناعة عسكرية، صناعات أجهزة استخبارية، صناعات طائرات درون وما إلى ذلك من هذه الصناعات. ويكفي أنه تم الإعلان على ملحق عسكري، حيث أنه كتبت أحد الصحف المغربية: إسرائيل تعين أول ملحق عسكري في المغرب. أعلن رئيس الأركان العامة للجيش الإسرائيلي اللواء هيرسي حليفي عن تعيين العميد شارون إيتاه أول ملحق عسكري بمنفي. أعلن رئيس الأركان العامة للجيش الإسرائيلي اللواء هيرسي حليفي. أعلن هيرسي حليفي يا بابا. شكون هذا هيرسي حليفي؟ قائد الأركان تاع إسرائيل ما كاش منها. دوك نشوفوا. عن تعيين العميد شارون إيتاه أول ملحق عسكري بمكتب الاتصال الإسرائيلي بالمغرب. بلاغ مقتضب للجيش الإسرائيلي توصلت بهذه الصحيفة الإلكترونية أفاد بأن حليفي قام زوال اليوم الاثنين بسلسلة تعيينات جديدة بالجيش الإسرائيلي، أبرزها تعيين ملحق عسكري بالمغرب، ويعد إتاح أول ملحق عسكري إسرائيلي في المغرب، وهو من أصول مغربية معروف بإتقانه الكبير للدارجة، ومن المرتقب أن يباشر مهامه في الأشهر المقبلة. هذه هي بداية الشراكة
العسكرية في فصل آخر أقوى بكثير مما مضى. جايبين لك واحد ملحق عسكري مغربي، أو تروح وكنت تحكي معاه ستلقاه يعيش مغربي مثله مثل المغاربة، لأنه يهود المغرب. هنا نقطة الحكاية هذه تاع يهود المغرب ويهود الجزائر نعرفوها. دونك نكملوا شوية. يهود المغرب لم يقطعوا علاقتهم ببلدهم، ولا المغرب تخلى عن اليهود المغاربة، دائما محافظ على علاقاته من عهد الحسن الثاني مرورا إلى محمد السادس. حافظوا على مغربيتهم، جنسيتهم، جوازاتهم، علاقاتهم، يزوروا بلدهم. نحن حاكمينك الشعارات. حتى يهود الجزائر اللي عندنا في فرنسا اللي عندهم قوة نفوذ وتأثير، الجزائر قطعت بهم العلاقات معاهم. والو هذم يهود ومش نعرف وين. لا يا كذاب، هما اللي قطعوا العلاقة مع الجزائر. كانت فرنسا دوكريكليمي، هما اللي سينيو اللي يمشوا مع فرنسا، ماشي احنا قطعنا معهم العلاقة. يزون شوازي، هما اللي يخيروا. كي الشعب الجزائري يخير يدير الحرب ضد الاستعمار الفرنسي، هما مشاو مع الاستعمار الفرنسي. قال لك احنا نوصل دي فرنسي. سمحوا في الشعب الجزائري اللي كانوا عايشين معنا وعايشين معهم في امان. علاش تكذب؟ سبحان الله يا كذاب. اوكي، العنطريات وما الى ذلك من هذه الامور ليس موضوعنا. الحق عسكري، وهذه اعلنوها مباشره قبل الاعلان الرسمي عن الاعتراف، مما يجعل ان هذه العلاقات دبلوماسيه، اقتصاديه، عسكريه، واستخباريه، وامنيه. واسرائيل ادركت بان المغرب، وهذا الذي جاء على لسان الملك محمد السادس، انه المغرب صار ينظر الى علاقاته مع الدول بعيون الصحراء فقط، لا مناطق رماديه ولا شيء. يعني راه دخل مرحله القوه، مش مرحله انه الدوله اللي تعترف الله يسهل عليها ما تعترفش دبر راسها. في ذلك الوقت كانت هكذا سياسه المغرب. معليش دوك نجاوبوا لك. شوف يا واحد الخابيت، يا واحد الناكره، يا واحد الحركي، يا البايع، يا المرتزق، شوف مليح نفهمك. الصحراء الغربيه الان اللي جولي لافير تاعها جوليا بوان، ستادير خليه يدير واش يحب، يا با بروبليم. العالم راه مقلوب. فهمت؟ انت اللي راك تقول هذا الكيان هذا عنده قوه وعنده نفوذ وملحق عسكري وحليفي، هذا قائد الاركان، دار زلزل الاركان تاع الجيش الجزائري. شوف نوري لك. اسرائيل هذو اللي تصفق عليهم نتايا، هذا الكيان الصهيوني هذا اليوم راهو في نكبه كبيره داخل بلادو. ديجا داخل بلادو هذا العسكر اللي راك تهضر عليه نتايا، شوف المشاكل اللي عنده اليوم. باش نثبت لك، باش نوري لك. شوف مليح نوري لك. شوف باش تعرف. احنا نهضروا بالدليل واش راه صاري داخل الكيان الصهيوني مع الجيش ديالو. هذا الجيش راك تقول قوي والقوه، دوك نوريك بلي الجيش ما يسوى والو، وراهم في كارثه. فهمت؟ راهم في خطر وجود. ما عندهم ما يديروا مع المروك، ريان ديتو. اسمع مليح. شوف تبع مليح نوري لك باش تقرا. يا سي انور مالك. قالك عشية اجتماع الكنيسات عشرات كبار المسؤولين الأمنيين يهددون بوقف تطوعهم. الإعلام الإسرائيلي يتحدث عن تصاعد احتجاج الاحتياط في الجيش مع تهديد رؤساء في الموساد وقادة في الشباك ومسؤولين آخرين بوقف تطوعهم. أقرت التعديلات القضائية. شوف، أفاد الإعلام الإسرائيلي اليوم السبت بأن ممثلين من عشرات الوحدات في الجيش في صدد إصدار بيان دراماتيكي بشأن استمرار الالتحاق بخدمة الاحتياط احتجاجا على التعديلات القضائية. وذكر الإعلام الإسرائيلي أن ضباط برتبة اللواء بعثوا برسالة إلى رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تحمله المسؤولية عن المس بالجيش والأمن الإسرائيليين بسبب المضي قدما في قرار هذه التعديلات. وكتب نحو 100 من رؤساء في الموساد وقادة في الشباك ورؤساء أركان جنرالات ورؤساء شعب
في الاحتياط الإسرائيلي مذكرة شديدة اللهجة أن نتنياهو أعرب فيها عن دعمهم للاحتجاجات، معلنين تعليق تطوع في جميع التشكيلات التي ينتمون إليها إذا لم يتوقف التشريع القضائي. ومن بين الأسماء الموقعة على الذاكرة كلا من الرؤساء السابقين لجهاز الموساد: ناحوم إدموني، إفرايم هاليفي، شبتاي شافيط، داني باتوم، تامير باردو. ومن بين الرؤساء السابقين في الشباك الذين وقعوا على المذكرة كل من رامي وقدامنا هيك. شوف يقول لك هنا: إعداد رافدة الخدمة في ازدياد. بالتزامن أعلن القائد السابق للشريطة 13 الكوماندوس البحري والرئيس السابق لشعبة من الموساد العقيد احتياط نيفو إيرز في مظاهرة في أمياكم توقفه عن الخدمة الاحتياطية. كذلك أفاد وسائل الإعلام الإسرائيلية بأن 904 من جنود الاحتياط الناشطين في شعبة الاستخبارات العسكرية أمان يعلنون التوقف عن الخدمة في الساعة من شوف واش يقول لك: جاء ذلك بعد أن تحدثت وسائل الإعلام الإسرائيلية أمس الجمعة عن زلزال يضرب سلاح الجو في جيش الاحتلال. دونك الزلزال وين راه؟ عندنا ولا عندهم؟ يا سي أنور مالك، هما اللي مزلزلين. وش بيك؟ راهم في نكبة، راهي مخلطة عندهم من الداخل. هذا الكيان هذايا راه مو غير مستقر، راح كيفاش الزلزال وين صار؟ الزلزال راه صار فيه سلاح الجو جيش الاحتلال الإسرائيلي، إذ أعلن 1142 جنديا بينهم 513 طيار في الخدمة نيتهم تعليق تطوعهم في حال إقرار التعديلات القضائية. شو واش يقول لك؟ وأضاف أنه في حال تمرير التشريع يوم الاثنين فإن سلاح الجو والجيش الإسرائيلي سيكونان مختلفين تماما، موضحا أن المشكلة الأساسية ستكون سلاح الجو، فإذا نفذ 70% منهم فقط التعديل فإن كفاءة سلاح الجو للحرب ستتضرر بشكل كبير. سمعت؟ دونك هذا الجو العسكري وما نعرف راهم في نكبة. زيد نوري لك، شوف باش يكون في علمك، نشبعك معلومات. تحب المعلومات والمعطيات انت يا اخي؟ نعطيك المعطيات والمعلومات. شوف بيني غانتس، شوف بيني غانتس واش يقول: إعلام إسرائيلي: الجيش يفقد جهوزيته للحرب. الجيش يفقد جهوزيته للحرب. الله يخليك يجي المروك. وغانتس يحذر من توجه إسرائيل نحو الخراب. يعني هذا بيني غانتس، شوف، نحو الخراب. يا شوف نزيد نوري لك باش تكون تعرف مليح مليح مليح. هو رايح نحو الخراب. تبع مليح كاش راهم يشكو. شوف: تحت عنوان يوم المقاومة انطلقت تظاهرات حاشدة في أنحاء مختلفة من إسرائيل احتجاجا على مضي الحكومة الإسرائيلية قدما في التشريعات القضائية. هذه الحكومة تريد إدخال السياسة إلى المؤسسات القضائية والاجتماعية. 7 أشهر من الاحتجاجات يرفض جمهور كامل فيها التشريعات التي أدت إلى راهم في الحراك هما. وش بيك؟ احنا رانا ما كلاس، ما كاين والو. روسيا، الصين، تركيا، البرتغال، دراهم كاين، ما كاش لادات، الهول ما كاش. شوف هما راهم في الحراك. يا هاد الحراك اللي يحبوا ديكلونشيو عندنا دار عليهم هما. تدهور في كل المجالات الاقتصادية والأمنية والأمن الداخلي والخارجي لإسرائيل، وحتى في تماسكنا الاجتماعي. استمرار حركة الاحتجاجات في الشارع ترافق مع تفاقم ظاهرة رفض الامتثال للخدمة في الاحتياط، وما تطرق رئيس الأركان هيرتسي هاليفي إلى هذه الظاهرة في ذروة الاحتجاجات ضد الإصلاحات القضائية. هذا هو هيرتسي هاليفي تاعك، نو؟ هذا هو. دوك نوري لك واحد العفسة، دوك تشوف. وهو إلا دلالة في رأي محللين على خطورة الوضع في نظر الجيش الإسرائيلي. التحديات الأمنية الحالية تلزمنا باستعداد عال، حتى عندما يكون هناك توتر بين التماثل والتماسك فإن واجبنا الحفاظ عليهما معا بالصورة الفضلى.
إن من يدعو إلى عدم الامتثال للخدمة في الجيش الإسرائيلي يمس أمن الدولة. شعبة العمليات في الجيش الإسرائيلي تصدر عدة مرات في اليوم صورة للوضع حول حجم الاحتجاج في صفوف عناصر الاحتياط، مع التركيز على الطيارين الذين هم أشخاص لا بديل لهم. وعلى وقع التحذيرات من التبعات السلبية لمضي الحكومة الإسرائيلية قدما في تشريعاتها القضائية، سواء على علاقاتها مع الأمريكيين أم على صورتها في نظر أعدائها، كشف خبراء عن عرض كبار المسؤولين في الجيش الإسرائيلي أمام وزير الأمن صورة قاتمة لكل ما يتعلق بالتماسك الداخلي واللحمة في صفوف الجيش الإسرائيلي، سواء في الاحتياط أم الخدمة النظامية أو الدائمة، بما يؤثر في أمن إسرائيل وأداء جيشها في أي حرب مقبلة. ما في حرب مقبلة تحت يا سي أنور مالك يا المرار كتبوا كيش تمسخر بكم أنور مالك، يقول لكم راكم بلعوا إسرائيل قوة وكذا، هي راح تريب كاع خاطر، قال كلام في خاطر، وما عندناش الجاهزية للحرب، ما يقدروش يديروا حرب، راهم في بروبليم كبير. شفت يا سي أنور مالك، هادو هما راهم يهضروا، ماشي أنا اللي نقول لك، هادو معطيات ومعلومات. اوكي شو نزيد نوري لك، نعطيك بيان درس بيان كوم يلفو، نطيح لك الكذبه ديالك يا الكذاب. هذا تايم اوف اسرائيل باش تشوفوا، شوفوا مليح. حشود من المحتجين تصل الى القدس بعد مسيره استمرت 4 أيام لانقاذ الديمقراطيه. لإنقاذ الديمقراطية، وش بك؟ شوف الحشود. العشرات من قادة الأمن السابقين، نتنياهو مسؤول بشكل مباشر عن الإضرار بالأمن. عشرات الآلاف يتقدمون في مسيرة إلى الكنيسة في محاولة أخيرة لوقف مشروع قانون الإصلاح الأول. تشوف نقابة عمال إسرائيلية تعقد اجتماعا طارئا حول الإصلاح القضائي. بلينكنز في إصلاح شامل. بايدن ملتزم بإسرائيل يشارك الشركاء المقربون مخاوفهم، راهم خايفين. فهمت؟ شوف نقراو الارتيكل هذا سيدي، هاي نقراوه. هاي تايم اوف إسرائيل. هاي واش يقول هذا الارتيكل هذايا؟ اكتبها نور، تبع مليح. قال وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين يوم الجمعة أن الرئيس الأمريكي جو بايدن ملتزم جدا بأمن إسرائيل، وقد احتفظ بموقف ثابت في العلن والسرية بشأن مخاوفه بشأن الإصلاح القضائي المثير للجدل. قال بلينكيس عندما سئل عن تعليقات بايدن لكاتب العمود في نيويورك تايمز توم فريدمان الرئيس يقول علنا ما شاركه بشكل خاص في عدة مناسبات مع قادة مختلفين في إسرائيل. بعد تحدث مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والاجتماع مع الرئيس إسحاق هرتزوغ هذا الأسبوع، أشار الرئيس الأمريكي إلى فريدمان حركة الاحتجاج المستمرة التي تظهر حيوية الديمقراطية الإسرائيلية والتي يجب أن تظل جوهر علاقتنا الثنائية. وبحسب ما ورد في الرئيس الأمريكي بالمقابلة لدحض بعض محتوى المكالمة مع نتنياهو التي شعرت الإدارة بأن مكتب رئيس الوزراء قد أساء تمثيلها. قال بلينكنز خلال حديث مؤتمر حزب الأمن الرئيس بايدن أكثر من أي شخص أعرفه ملتزم في حد بأمن إسرائيل وهذا لن يتغير أبدا. مساكن أراكم في حرفة كبيرة. راك تشوف. دونك هذه باش نوري لك برك، هذه باش نوري لك باللي راك تكذب، وهذا الكائن راهو في الانهيار سيفيني. مشاكل كبار راهو في انهيار. وخلي داخل الضفه الغربيه والجنين العسكر تاعهم ما قدرش يدخل الجنين. واش بك دراري 21 كاع مسلحين ما قدر لهمش. الحماس، حزب الله، الجهاد الاسلامي، ميليشيات سوريه والعراقيه. دوك نوري لك، شوف بعينك واش يقول ان سبيسياليست نتاع اسرائيليان صهيوني، واش يقول على واش راح يصرى هكذايا. بصح قبل ما نوري لك هذه نوري لك واحد الفيديو تاع هاليفي هذاك اللي قلت غير الاركان هاليفيد
كما يقولوا حط لنا واحد يضرب بالدارجه ما نعرف شو قال اركان الجيش الاسرائيلي يا شوف شوف نوري لك تبعوا مليحه تبعوا نضحكوا عليك شويه. اعلام اسرائيلي تبع مليحه يا سي انور مالك، هادو هاليفي وتهضر عليهم انت. اعلام اسرائيلي حزب الله كان قادرا على قتل رئيس اركان الجيش. كان قادر باش يقتله اركان الجيش اللي تقول حط ملحق عسكري والتكنولوجيا. وسائل اعلام اسرائيليه تعلق على نشر فيديو مصور من الجهه اللبنانيه يوثق ظهور رئيس اركان جيش الاحتلال الاسرائيلي وقائد المنطقه الشماليه عند الحدود. ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الخميس أن الفيديو الذي نشره حزب الله لرئيس أركان الجيش الاحتلال هرتزي هاليفي عند الحدود الشمالية عبر عدسات كاميراته مثير للقلق، ولفتت إلى أن الأمر اقتصر الآن إلى توجيه عدسة الكاميرات فقط وليس سلاحا. ما غير الكاميرا بك ما دارش سلاح، ما كان يقدر يدير سلاح يقتله. من جهته قال مراسل قناة 12 في الشمال غاي فارون أن حزب الله سحب اليوم ورقة أخرى في اللعبة التي تدار في الأسابيع الأخيرة عند الحدود الشمالية، ونشر فيديو يوثق فيه رئيس أركان الجيش الإسرائيلي وقائد المنطقة الشمالية. وأضاف أن ذلك يعود تذكيرا بما نعرفه جميعا في الشمال، وهو وجود تفوق جغرافي في جزء بارز من المنطقة لمصلحة حزب الله، وبواسطته يمكنه المس بكل مستوطني الشمال أو رؤيتهم، وليس فقط رئيس الأركان الذي وصل في جولة عند السياح. ورأى أن ذلك الأمر هو جزء من الحرب النفسية، إذ يقولون من خلال لنا انظروا لقد رأينا رئيس الأركان وركزنا العدسة عليه وعلى قائد المنطقة الشمالية وكان يمكننا المس بهما إذا أردنا. نوثق لك الفيديو. شوف رئيس الأركان ديالك. شوفوا كيفاش كابتاو هي تسمى كانوا يقدروا يضربوا بسنايبر ليك. هاوليك شتوه هاوليك زعما لي كارد كور زعما راهم يعسوا عليه هادو. لو كان سنايبر يعطيه نورما كنحبوا يقتلوه. شو راه فيبلاس تاع الجيش تاعك هذاك. شوف لي كارد كور يا ولا لا خشانه هكذا راح قدموا له. شوف الكاميرا جبدوه بزوم. هيا روح دركا يمشي. شفت يا سي انور مالك شت وراها الجيش الاسرائيلي تاعك في الزوم يا بلا ما على بالو. هادوك تاوعدنا راهم دايرين بهم. حوش بيك انت. الصحراء الغربيه نو خليها بور لانستون جولي. هذا البروبليم كيان هو لازم يطيح. والمروك دوكا البروبليم ماشي الصحراء الغربيه. نو اللي راهم يدربوا ماشي الصحراء الغربيه، مغاربه مراركه من داخل المروك والداخل الصهيونيه رايحين يطيحوا. راهم العسكر وفركت هما الاخر مفركتين لي مانيفستاسيون مخلطه عندهم. الجيش قال لك انا ما نخدمش ما عندهمش جهوزيه للحرب. بصح حنايا ولا دوك الرجال اللي تما جاهزين. شوف نوري لك تبع نوري لك. شوف يا وليدي شوف يا واحد الكذاب تكذب على الماركه مساكن. شوف خطة إيران لمهاجمة وتدمير إسرائيل مردخاي كدار. هكذا في العمل يأجوج ومأجوج في الأفق، لكن قوة وخلاص إسرائيل وقوة النهضة على الكنيسة بعد عيد الفصح المهيب. إذا أراد الجمهور الإسرائيلي البقاء على قيد الحياة فعليه الاستعداد عقليا وجسديا للحرب مع الأخطبوط الإيراني. مليح هذا ماشي جزائري ماشي لبناني ماشي إيراني ماشي حوثي، هذا إسرائيلي. دوك لكم التصويره ديالهم. يقول لك المصدر موقع مباطيم الممتاز الذي ترجم المقال. كنت مترددا جدا في نشر هذا المقال بسبب
الذعر الذي قد يسببه في إسرائيل، ومع ذلك في بيئة الشرق الأوسط وخاصة في العراق. وتعرف هذه الأشياء وتعمل كموضع مفتوح للنقاش. لذلك لا يمكن تصور عدم إبلاغ الجمهور الإسرائيلي بها أيضا، خاصة أنها تهم الإسرائيليين أكثر بكثير من المواطنين العراقيين. تبع مصدر عرفته منذ سنوات مغترب في الشرق الأوسط مؤيد لإسرائيل يعيش في أوروبا وعلى اتصال دائم مع أشخاص في إيران والعراق، أعطاني تقييمه بأن إيران تخطط لشن هجوم مشترك ضد إسرائيل في المستقبل القريب، والذي سيشمل جميع القوات الموجودة تحت تصرفها في عدة دول عربية. هادو صهيوني ويعذر. اسمع مليحة. في لبنان حزب الله وحماس بعدة آلاف من الصواريخ بعضها دقيق التوجيه وطائرات مسيرة. في سوريا 17 وحدة قتالية مسلحة وجاهزة للاستخدام، ميليشيات، فاطميون، زينبيون، نجباء، حزب الله، كتيبة أبو الفضل، كتيبة إساء بأهل الحق، كتيبة الخراساني إلى آخره. نقلت إيران عددا كبيرا من الصواريخ والطائرات المسيرة إلى سوريا وهي جاهزة للإطلاق. في العراق عشرات الميليشيات المسلحة بالصواريخ والطائرات المسيرة. في اليمن الحوثيين الذين يمتلكون صواريخ إيرانية بعيدة المدى وطائرات مسيرة قادرة على الوصول إلى إسرائيل. في غزة حماس والجهاد الإسلامي الفلسطيني يمتلكان صواريخ قادرة على إعاقة جيش الدفاع الإسرائيلي وقواعد سلاح الجو الإسرائيلي. ومن المرجح أن إيران لن تطلق أي شيء مباشرة من أراضيها، حيث لا تعرض نفسها لأعمال انتقامية. يقول لك جزيل الشكر على التقييم الذي تلقيته من العراق. فيما يلي تفسيري بحجة أن على العالم الإسلامي واجب إنقاذ المسجد الأقصى من الاحتلال والقمع الإسرائيليين، ستشن إيران هجوما مرحليا وشاملا ومتكاملا ومنسقا ضد إسرائيل. ستتكون المرحلة الأولى من أمطار من الصواريخ والطائرات المسيرة من جميع المناطق المذكورة. أعلاه تقدر إيران مخزون صواريخ القبة الحديدية سوف ينفذ في غضون 2 إلى 3 ساعات. ما يبعثوا لي ميسيل حتى هذوك لي زونتي ميسيل تاعهم يخلصوا لهم، يغموه. شوف مليحة، إلى 3 ساعات. وبعد ذلك ستفتح الأجواء الإسرائيلية ويتدهور سلاح الجو أو يتوقف. المرحلة الأولى الجوية ستصاحبها هجوم إلكتروني على أنظمة البنية التحتية الإسرائيلية بعد يوم كامل من الهجمات الإلكترونية وسقوط الصواريخ والطائرات بدون طيار على القواعد العسكرية والبنية التحتية المدنية. ستبدأ المرحلة الثانية، سيكون هذا هجوما بريا منسقا مع لبنان وسوريا وغزة من قبل قوات المشاة على مشاة ومركبات ومجهزة بأسلحة مضادة للدبابات، والتي ستهاجم القوات البرية الإسرائيلية من أجل الوصول إلى تجمعات اليهودية في أسرع درجات ترابية ومركبات. يقول لك الحسابات الإيرانية هي أن تعبئة الاحتياطات الإسرائيلية ستستغرق عدة أيام وستكون جزئية في أحسن الأحوال بسبب الفوضى التي ستنجم على الهجوم الأول. ما يقول لك لي ريزيرفيست اللي قال لك من احنا ما نجوش، هم قال لك احنا ما نحيو الاحتياط كاع الجنود عندهم بروبلام. لن تصل تعزيزات الجيش الإسرائيلي في الوقت المناسب على الجبهات المختلفة، وستنهار القوات النظامية في عضم ساعات في مواجهة هجوم بري كما حدث في قناة السويس ومرتفعات الجولان خلال حرب يوم الغفران 1973. سيركز اجتياح القوات البرية من سوريا ولبنان وغزة على المستوطنات الإسرائيلية بهدف إضعاف معنويات الرأي العام الإسرائيلي وإجبار الحكومة على الاستسلام من أجل إنقاذ أرواح العديد من المدنيين الإسرائيليين الذين ستأسرهم الميليشيات العربية والإيرانية. وسائل الإعلام الإسرائيلية وخاصة مجموعات وسائل التواصل الاجتماعي ستزيد من الذعر بين الجمهور الإسرائيلي. ما هو الدور الذي سينسبه الإيرانيون الفلسطينيين في الحرب؟ غير واضح، لكن من المرجح أن حماس والجهاد الإسلامي الفلسطيني والسلطة الفلسطينية ستشجعهم على بذل كل ما في وسعهم لإلحاق الأذى بالإسرائيليين والجيش والشرطة والمدنيين على الطرق، بالإضافة إلى الهجمات على المستوطنات والقواعد العسكرية. بالإضافة إلى ذلك يتوقع الإيرانيون من عرب الجليل والنقب القيام بأعمال ضد الجيش الإسرائيلي مثل إغلاق الطرق وإحراق الدور بالجسور وإلقاء النفط على الطرق وإغلاق مفترق الطرق وإتلاف خطوط الكهرباء ومهاجمة المستوطنات اليهودية.
بما أن الحرس الوطني الإسرائيلي لم يبدأ عمله بعد، فإن هذه الأعمال ستلحق أضرارا كبيرة. المشهد الدولي، أوكي، ستدعو روسيا والصين حلفاء إيران كلا من الجانبين إلى وقف العنف ودعم إيران بشكل شبه علني وتزويدها بمعلومات عما يحدث في إسرائيل. ستنضم تركيا إلى الدعوة لوقف الإعمال العنفية، لكنها ستدعم إيران ضمنيا. في العالم العربي والإسلامي ستأتي الجماهير لإظهار دعمها لإيران وعملها للقضاء على الكيان الصهيوني، مثل الدعم الذي قدمته الجماهير لحسن نصر الله خلال حرب لبنان الثانية عام 2006. هذه المرة على عكس عام 2006 لن تتخذ السعودية موقفا سلبيا في مواجهة الهجوم الإسرائيلي. تبع سي أنور مالك وراك، هذه القوة تظهر عليها أنت. لن تتدخل الحكومات الأمريكية والأوروبية عسكريا، بل ستقتنعان بالكلمات، لأنه لا أحد في الغرب يبحث عن ساحة معركة جديدة غير ساحة أوكرانيا التي تقوم بإفراغ مستودعات ذخيرة الناتو وتجفيف رغبة قادته في التدخل في حروب ليست لهم. البعض سيرى في الهجوم الإيراني فرصة للتخلص من الصداع الذي تسببه لهم إسرائيل منذ سنوات، وقد اشتدت هذه النظرة في الأشهر الأخيرة في أعقاب الاضطرابات الداخلية لدولة إسرائيل التي تعكس صورة دولية متنازعة وغير منظمة، مع قوة مدنية منهكة فقدت كل إرادة للتعبئة والقتال، ومن ناحية أخرى حكومة بلا اتجاه وغير مسؤولة وعاجزة لا يمكنها حتى التعامل مع الأشخاص الذين يغلقون الطرق. هذا هو الكيان تاعك اليوم. أما احنا مهبول نتايا، شوف المناورات اللي نديروهم احنا جاهزين تاع صح، اتم معنى الكلمه. الجيش تاعك هذا واسرائيل لك تزوخ بها مرام، هذا اسرائيلي راهو يهضر. شو واش يقول لك؟ نعاودها لك هذه مليحه. يقول لك الاضطرابات الداخليه لدولة اسرائيل التي تعكس صوره، شوف نوري لك، التي تعكس متنازعه وغير منظمه من قوه مدنيه منهكه فقدت كل اراده التعبئة والقتال، ومن ناحية أخرى حكومة بلا اتجاه وغير مسؤولة وعاجزة لا يمكنها حتى التعامل مع الأشخاص الذين يغلقون الطرق. واليوم تجي وتقول لنا سترون واش يديروا اللوبيات الإسرائيلية الصهيونية واللوبيات المروكية وراح الحلم تاعكم تاع الصحراء. لا، الصحراء خليها بولاستون، راهي نجولي وراهي في كونجيلاتور، ضرب المستنقع، فهمت؟ هذاك هو الصح. الصحراء مازال بعقلنا، راهي فلوني ما كاش اللي يدنا عليهم. خلي تجيستيكيلي وتصوتي وتطبل وكذا، طبل على روحك، القضيه راهي هنا. يقول لك من وجهه نظر الغرب لن تكون خساره اسرائيل فظيعه، لانه على اي حال أدار الشرق الأوسط ظهره للغرب عندما قررت المملكة العربية السعودية وشركاؤها الخليجيون، دول أكبر بكثير من إسرائيل، إدارة ظهورهم للتحالف الغربي الضعيف والانضمام إلى التحالف الشرقي القوي والمتوسع التي يضم روسيا والصين وإيران وكوريا الشمالية وفنزويلا والجزائر. هذا هو القوي. انتم وراك مع الفاب، راك مع الضعفاء. فندران أوروبا راحوا، امريكا ما صابوش كيفاش يديروا، راهم غير يصوتيو برك. الصهيون كولا واسمعوا واش راهم يهضر صهيوني هذا. الحكومه الايرانيه معجبه جدا بالرغبه المستمره للامريكيين بشكل خاص والغرب بشكل عام في استرضائها ورفع العقوبات وقبولها كعضو محترم في اسره الامم، بان تتجاهل بشكل صارخ سباق ايران في القصف. تهدف القوات الأمريكية المنتشرة في شرق سوريا إلى حماية المصالح الأمريكية وليس إسرائيل، وقد أثبتت إيران بالفعل مرارا وتكرارا أنه ليس لديها مشكلة في مهاجمة هذه القوات الأمريكية بالصواريخ والطائرات بدون طيار. تدرك الإدارة الأمريكية الموقف السلبي للأغلبية البرلمانية الليبرالية من اليهود الأمريكيين تجاه إسرائيل خاصة في الأشهر الأخيرة، وبالتالي لا تخشى دفع ثمن عام وسياسي باهظ إذا سمحت لإسرائيل مواجهة الغزو الإيراني وحدها. سيعلن السيد بايدن بالطبع أمام الكاميرات أن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها، لكنه سيحاول جاهدا عدم اتخاذ إجراء ملموس. شتو وراكم؟ شفت نوريو لك هذا يا السيد اللي كان يهضر، اسمح لي تشوف.
ذاك نوري لك باش يكون في علمك. Le plan iranien pour attaquer ça, dans français, dans anglais. Ok. هذا en anglais. Alors. نجبدوه لك هنايا. شوف يا سي أنور مالك، هاوليك هاك شوف، روح وس عليه شوف واش هو يكتب. دونك كامل واش قلتو في الفيديو هذاك راح فاي تنسف ياهو. قائد أركان الجيش الإسرائيلي بالزوم حتى الوجه به بلي كارد كور كانوا يضربوه بسنايبر يجيبوه. سمعتوا بلي راهم ما كاعش جاهزين الرجال، الرجال جاهزون يا سي محمد. شوف نوري لك، شوف هذا ارتيكل، شو نوريه لكم فيديو، نوريه لك بالفيديو باش الناس اللي ما غادي يشوفوه فيديو كيفاش رايحين يديروا. مش انا اللي نقول، انا نجيب لك معلومات، انا نعطيك في معلومات. آلاف الصواريخ من كل الجهات، مسيرات انتحارية، هجوم سبراني يشل الحياة، تعطيل تام للبنى التحتية، أجواء مغلقة، طيران عاجز عن التحليق، قبة حديدية بلا مخزون، وانهيار كامل للجيش الإسرائيلي خلال ساعات، ثم اجتياح بري للسيطرة على المستوطنات. إنه سيناريو يوم القيامة في إسرائيل. راسم خطوطه العريضة ليس محور المقاومة، إنما هو الكاتب والباحث الإسرائيلي مردخاي كدار. تردد مردخاي في نشر تصوره في موقع ماكور ريشون خوفا من الذعر الذي سيحدثه بين المستوطنين كما قال، لكن أمام متغيرات المنطقة والتصدع الداخلي الإسرائيلي خرج عن صمته، محذرا من هجوم عسكري قريب منسق ومشترك ومنظم يشمل إيران ولبنان وسوريا والعراق واليمن وقطاع غزة والضفة الغربية والداخل المحتل. المرحلة الأولى تبدأ بإطلاق صواريخ ومسيرات من لبنان وسوريا والعراق واليمن لاستنزاف القبة الحديدية، وتتزامن مع هجوم سبراني. أما من قطاع غزة فتطلق فصائل المقاومة مئات الصواريخ لضرب بقواعد الجيش الإسرائيلي والقوات الجوية. ثم تنطلق المرحلة الثانية بهجوم بري منسق من لبنان وسوريا وغزة بواسطة المشاة والدراجات والمركبات المزودة بأسلحة مضادة للدبابات، وذلك للسيطرة على المستوطنات. خسارة إسرائيل ليست أمرا فظيعا للغرب، يقول مردخاي، ويضيف أن واشنطن والحكومات الأوروبية لن تتدخل عسكريا لإنقاذها، فلا يبحث أحد عن ساحة قتال أخرى إلى جانب أوكرانيا التي تفرغ مستودعات حلف الناتو. ويختم مردخاي بنصيحة للمستوطنين: إن كنتم تحبون الحياة فعليكم أن تستيقظوا وتستعدوا. شفت يا سي أنور مالك، الشعب الإسرائيلي هذاك ما كاش كيفاش يدير، ما يقدرش يهرب، جاي من الانجليز من فرنسا من الامريكان، بدا يقول لك راه انا جيت ندير الكير هنايا.
هرب في فراغ، تفرغ. هذاك اللي يخافوا منه هما، وراهم في نكبه، راك تشوف بعينك، يعني نوري لك لي زارتيك فيديو واش حبيت. نكبه ما كاش معسوسين. هذاك رئيس الاركان راهو في لالين دومير تاعنا، شفت كيفاش. هيا نزيد والاخرين متجهزين، هادو اللي دايرين بهم ولا ماشي جاهزين. دوك نشوفوا اذا كان راهم مجهزين ولا لا. يا سي انور مالك، وري لك الجيش الجزائري اسكو جاهز ولا لا. اللي تضلوا تسبوا فيه وتقولوا الجيش عندنا والو، عندنا غير الخرده وعندنا غير كذا. شوف اها دقيقه. شوف الجيش تاعنا الله يبارك. شوف رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، أين أدت له تشكيلة عسكرية من مختلف القوات التحية الشرفية والتحكم الجيد للأطقم في مجال التحكم في منظومات الأسلحة، وكذا القدرة على التنفيذ الناجح للمهام الموكلة في مختلف الظروف، والتي تؤكد التطور والجاهزية العملياتية التي بلغتها قواتنا المسلحة في السنوات الأخيرة. بابا احنا رانا جاهزين ولا لا. هذه شويه بركه. دوك تشوف انور مالك شو نوري لك الصغار كيفاش مجهزه. شو نوري لك باش تعرف. زيد نوري لك. شوف هادو اللي قدام اصحابنا، هادو اللي قدامهم، فهمت. تبع مليح نوري لك باش يكون في علمك برك. وما قالك حنا ماناش جاهزين يا اخي، راك شاهدنا. صحابك قالوا ماناش جاهزين وكذا، رانا في خاطر والجيش ماشي كذا. راح الجيش تاعو. شوف وريت لك حنايا. شوف صحابنا، صحاب كارطينا. أما والله إن كنت لفي ساقتها حتى تولت بحذافيرها، ما عجزت ولا شغلت، وإن مسيري هذا لمثلها فلأنقبن الباطل حتى يخرج الحق من جنبه. يا رسول الله
يا رسول الله. العام يا حبيبي، شوف لي اصحابك. محمد علي. يا مالك انا خلصت الموضوع. عندك
شفت يا سي انور مالك يجيش لك تهضر عليه لا وجاي للجزائر ويعاون المروك ويديروا شتري جار كيفاش يوري لك مناورة كيفاش يدخل عندك تحت الارض وراه يوري لك ما يخافش يوري لك شوف ندخل لك هكذا وندير لك هكذا وندير لك هكذا وندير لك هكذا وندير لك البوست هكذا وهكذا ستادير روح حسب انت هذوك عيني قلت لك عندي لي تونال هذوك هاي روح هاي يوري لهم فابل اسرائيل فابل الهضره بك البلابلا الامريكان والوطن معاهم مشيتوا هذا ما كاين والو وهذوك ما يدخلوش روحهم سيفيني فهمت يا سي انور شفت كيفاش تكذب على الشعوب تكذب على الماركه مساكن تقول لهم بلي ما تخافوش وقدامنا وما رايحين في نكبه وتجي تهف الشعب الجزائري تقول له بلي خلاص واسرائيل والحكم تاع الصحراء وكذا ما نعرفوا شنو الجزائر لازم ترضخ ولازم هادي اويه لا حول ولا قوه الا بالله ماشي حركي نتايا واحد اللي يقول بلاد ورضخوا لاسرائيل ما استعرفوا بالصحراء والسلام عليكم انكرويابل دوخ شنو زيد لك لا ديرنيير نوريك لا ديرنيير واش يقول لكم السيد حسن صديقنا اسمعوا مليح اسمعوا مليح انت يا سي انور مالك اسمع مليح واش راه يقول لك ليك وصحابك 100,000 مقاتل، ترسانة عسكرية ضخمة، صواريخ دقيقة، أسطول من الطائرات المسيرة، ردع بحري، دفاع جوي. مدربين ومنظمين ومهيكلين ومسلحين، أصحاب تجربة وأصحاب روحية. اكتب عندك 100,000 مقاتل. هذا بعض ما اكتب عندك 100,000 مقاتل وأصحاب روحية. اكتب عندك 100,000 مقاتل تجربة وأصحاب روحية. اكتب عندك 100,000 مقاتل. هذا بعض ما اكتب عندك يا سي انور مالك 100,000 مقاتل. هادو غير حزب الله، خليك الاخرين كاع. قال لك انت تضل تسب فيهم تقول ميليشيات ارهابيه، فهمت؟ والجيش الجزائري ضعيف ما عندوش، فهمت؟ حنا واجدين وهادو راهم واجدين. انت قريب لافان ديالك تولي تخبى كي الطوبه هذيك، والله ما تلقى وين تاكل وتشرب. شوفوا واش راني نقول لك يا جماعه، ما هادو كاع كان والو، راهم في نكبه ان شاء الله بربي برك. ما يقولوا تابات هذا ما كان. تهلاو في روحكم، جبت تحريات خلف الدار. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.